الوصفة في آخر لحظة مستعجلة. ها هي كي جاتكم؟ واجيو معايا تشوفوا كيفاش نقدمها. الطاوة ديالنا نرافقها بهاد طبق الرز هذا اللي عملته بهذه الطريقة هذه، رز بالخضار. السلام عليكم. اليوم نقدم معكم واحد الوصفة عفوا ديال الدقيقة 90. يعني جيت متأخرة، يعني أول البارحة جيت متأخرة وما لقيتها هي قدامي. المهم الوصفة نحتاج فيها اللحم المفروم، ونحتاج البطاطا، ونحتاج الطماطم، ونحتاج البصل، وغنحتاج كذلك مرافقة اللي هي الرز بالخضر. المهم بالنسبة للطبق الأول كناخد صينية اللي غتدخل الفرن، كندهنها بزيت المائدة، وكنعمل فيها شرائح البصل، كندور على شرائح البصل والصينية على حسب الكمية، على حسب الحجم ديالها وعلى حسب عدد الأفراد. طبعا أنا دائما كنتكلم على 4 أفراد. إذا عندكم أفراد أكثر بإمكانكم أنكم تضاعفوا الكمية. حطيت فيها بصل دوائر، حطيت فوق منه كذلك بطاطا دوائر، والبطاطا كنقطعها قطع رقيقة عاملة زي الشيبس باش تدخلها بسرعة الطياب. وكنحط فوق منها كذلك الطماطم دوائر، وكندير الكفتة فوق منها اللي هي اللحم المفروم. اللحم المفروم هنا عندي تقريبا نص كيلو. اشنو باش كيجي مجتمع ومتماسك كنعمل معاه واحد الكأس ديال لا شابلوغ هو هذاك الخبز المطحون. شنو الخبز المطحون بالنسبه للناس اللي ما عندوش هذا الخبز المطحون؟ هو داك الخبز لما كيكون يابس، كيصير يابس، شنو كنعملو؟ كنطحنوه اولا كندقوه وكنحتفظ به على جنب، لانه كيساعدني في بزاف ديال شنقولوا حنايا في بزاف ديال الوصفات. فهذا كنعمل معاه واحد الكأس تقريبا مع نص كيلو من اللحم مفروم. كنعمل معاه واحد الملعقه كبيره من الشحم اللي كيكون مطحون باودر، وكنعمل معاه واحد ملعقة صغيرة من الكزبر يابس، وملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة من الكركم، ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود أو فلفل أبيض حسب المتوفر عندي، وكنعمل الملح حسب الذوق. كنخلط هاد المكونات كلها مع هذيك اللحم المفروم، وكنعمل شكل اما شكل اصابع او مكور او على حسب انا اشنو باغا، او دوائر على حسب الرغبه ديالي. كنحطها فوق هذاك الصينيه فوق من المكونات اللي ذكرنا سلفا اللي هما بصل وبطاطا وطماطم دوائر. تمام. وكنجيب واحد صلصه عندي، الى عندنا صلصه طماطم جاهزه، انا عندي صلصه طماطم جاهزه، عملت واحد الكأس عملت فيها كذلك هي عملت فيها شويه هريسه بالنسبه للناس اللي يحبوا الحار، اللي ما يحبوش ما يعملوش فيها، يكتفيوا بها هي لوحدها. البطاطا طبعا كنرشوها هي والطماطم كنرشوها بشويه الملح، شويه مش كتير لان صلصه الطماطم اصلا مالحه. تمام. كنحطوا عليها كنصبوا عليها هاد الصلصه. الا ما عندناش هاد الصلصه كناخذوا كنحكوا واحد قطعتين من الطماطم، 2 حبات من الطماطم كنحبوهم ونحكوهم وكنخلطوهم وكنصبوهم على هذا الخليط. وطبعا كنغطيهم بورق غذائي اللي كنبللو بالميه باش كيدخل الطياب بسرعه، وكنغطي كذلك بورق هذاك الثاني اللي هو بابي الومنيوم. ندخل الفران تقريبا مده ديال نصف ساعه كافيه، بعد كنطلعوها وكنقدموها بصحه وراحه. بالنسبه لمرافقه الرز كناخدو، انا عندي تقريبا هنا 1/4 كيلو من الرز. هذا رز حجم طويل، هذا رز كندي. بعد ما كنغسلو جيدا كنتخلص من هذاك الشيء اللي يكون فيه، وكنقعو كنخليه منقوع.
كنحطو في الإناء، كنعمل معاه واحد جزرتين مقطعين دويمات، وبطاطتين حتى هما مقطعين دويمات، وكنعمل معاه واحد الحفنة ديال البازلاء، وكنعمل معاه كذلك واحد الحفنة ديال الفاصوليا الخضراء. تمام. وكنخلي الكل يسلق مع شوية الماء وشوية الملح، مع الماء والملح، عفوا الماء والملح. كنحط معاه واحد ورق الرانج او حبة الهيل حسب اللي عندي انا. بعد ما كيتسلق كنصفيه، كنعمل معاه صلصة المايونيز، وكنعمل معاه الطونة، وكنفرش الخس وكنفرش الخس وكنزوقو على حسب القوالب اللي عندي. هنا عملت شكل دوائر، وكنزوقو من الفوق كذلك. كنزينو بالبيض، الى عندي الزيتون مخلل اسود نزوقو، ولا ما عنديش يعني كنكتفي بهاد المكونات اللي قلت لكم سلفا. ووصفتنا ديال السهله الخفيفه ديال اليوم ها هي وجدات. نتمنى تكون نالت اعجابكم، وكنقدمها لكم بصحه وراحه وبصحه فطوركم، ويومكم سعيد ورمضان كريم.